لو انت في ثانوية عامة ففي سؤال واحد تقريبا بيدور في دماغ كل بيت مصري: ادخل جامعة حكومية ولا اهلية ولا جامعة خاصة اصلا؟ وهل الاهلية هي نفسها الخاصة ولا الحكومية احسن؟ ولا اللي معاه فلوس بس هو اللي هيقدر يدخل طب وهندسة؟ في الفيديو ده هقولك كل حاجة بالتفصيل من غير تعقيد عشان تعرف تختار صح، واقل من 8 دقايق هتعرف تختار انهي جامعة. هنبدأ اول حاجة بالجامعة الحكومية. الجامعة الحكومية هي أقدم نظام جامعات في مصر، وبتكون طبعا مدعومة من الدولة، ورسومها هي الأقل بين كل أنواع الجامعات. القبول فيها بيكون عن طريق مكتب التنسيق الإلكتروني فقط، والفيصل الأساسي هو مجموع الثانوية العامة وعدد الأماكن المتاحة في كل كلية. طيب تعالى نقول بقى إيه مميزاتها. طبعا المصروفات منخفضة جدا مقارنة بأي نوع جامعة تاني. سمعة قوية جدا خاصة في كليات زي الطب والهندسة والصيدلة والحقوق والتجارة. طبعا شهاداتها معترف بيها داخل مصر وخارجها، فيها أعضاء هيئة تدريس أصحاب خبرة كبيرة، مستشفيات جامعية وإمكانيات تدريب قوية في كتير من الكليات. طب هقولك بقى إيه عيوبها عشان تقدر تحكم بنفسك تدخلها ولا لأ. أعداد الطلاب كبيرة جدا في بعض الكليات، فبتكون زحمة جدا والتواصل المباشر مع الدكتور بيبقى صعب. الإجراءات الإدارية أحيانا بتاخد وقت كبير فبتكون بطيئة. التنسيق بتاعها طبعا الحكومة بتبقى أعلى تنسيق في معظم الكليات، ده معروف ومنتشر جدا. يعني غالبا لو طب حكومي قفل مثلا عند 93% بيبقى أقل من الجامعات الأهلية وبعدها الجامعات الخاصة، لكن الأرقام نفسها بتتغير كل سنة حسب نتيجة الثانوية وعدد الطلاب، لذلك لا يوجد مجموع ثابت لأي كلية. تاني جامعة هنتكلم عنها الجامعة الأهلية، ودي أكتر حاجة الناس بتتلخبط فيها لأن هي منتشرة مؤخرا. الجامعة الأهلية مش هي الجامعة الخاصة خالص، الجامعة الأهلية هي جامعة غير هادفة للربح، يعني المصروفات اللي بيدفعها الطلاب استثمارها في طريق تطوير الجامعة والمعامل والبرامج التعليمية، وليس لتوزيع الأرباح على الملاك، وهي تتبع الدولة من حيث الإشراف العام، لكن مستقلة ماليا وإداريا. طيب تعالوا بقى نعرف إيه مميزات الجامعة الأهلية. جودة تعليم عالية، معامل حديثة جدا أكيد، عدد الطلاب أقل من الحكومية بكتير، اهتمام أكبر بالتدريب العملي، برامج حديثة مرتبطة بسوق العمل. في جامعات أهلية عندها شراكة مع الجامعات الأجنبية، ودي معلومة مهمة جدا. طيب في سؤال محير للجميع لأن مش كتير بيسمع عن الجامعات الأهلية لأن هي لسه منتشرة مؤخرا. الشهادة بتاعتها معترف بيها ولا لأ؟ طبعا معترف بيها داخل مصر، ويمكن كمان معادلتها أو استكمال الدراسة خارج مصر بيها وفقا لقوانين الدولة أو الجامعة الأجنبية التي ستتقدم إليها. طيب التنسيق حاجة مهمة. الجامعات الأهلية ليها تنسيق إلكتروني مستقل عن تنسيق الجامعات الحكومية، وكمان بيحددها مجلس الجامعات الأهلية كل سنة، بتكون أقل من الجامعة الحكومية. يعني لو الحكومية مثلا في كلية الطب بتقبل من 93%، فهتلاقي الجامعة الأهلية بتاخد من 89% أو 90%، وطبعا ده بيتغير كل سنة. طيب نيجي لتالت جامعة وهي الجامعة الخاصة، بتكون مملوكة لجهة أو شركة خاصة وهدفها تقديم تعليم مقابل مصروفات دراسية مع الالتزام بلوائح وزارة التعليم العالي. طيب تعالوا نعرف ايه مميزات الجامعة الخاصة. فصول أقل عددا، اهتمام أكبر باللغة الإنجليزية في كثير من البرامج، سرعة في إنهاء الإجراءات، أنشطة طلابية قوية، إمكانيات حديثة في عدد كبير من الجامعات. طيب سؤال بقى بيحير الجميع: هل شهادتها معترف بيها؟ أكيد طبعا معترف بيها، طالما الجامعة معتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي والجهات المخصصة، أكيد هيبقى معترف بيها. طيب التنسيق بقى بتاعها ايه؟ الجامعات الخاصة ليها نظام قبول خاص ومراحل تقديم، والحدود فيها بتختلف من جامعة لأخرى وفقا لضوابط المجلس الأعلى للجامعات الخاصة. طيب لو جينا اتكلمنا مين مجموعه أعلى، هنقول بالترتيب: الجامعات الحكومية أكيد، الجامعات الأهلية، الجامعات الخاصة بعد كده. لكن ده مش قانون ثابت لأن الحدود بتتغير كل سنة والتنسيق والمجموع مختلف، عدد الأماكن المتاحة وسياسات القبول بتبقى مختلفة كل سنة. طيب مين أحسن؟ مفيش جامعة أحسن لكل الناس وفي جامعة وحشة لكل الناس.
مجموعك جاب حكومي وما عندكش مشكلة مع كثافة الطلاب، فالحكومي اختيار مميز ليك. لو تقدر تتحمل مصروفات أعلى وعايز تعمل معامل أحدث وعدد طلاب أقل وبرامج جديدة في الأهلية، خيار قوي ليك. ولو لقيت جامعة خاصة معتمدة وبرنامجها قوي في التخصص اللي بتحبه، فهي كمان ممكن تكون اختيار ممتاز. الجامعة مهمة، لكن اجتهادك وتدريبك والمهارات اللي هتكسبها أثناء الدراسة هما اللي هيصنعوا الفرق الحقيقي بعد التخرج. اكتب لي في التعليقات انت داخل ايه، حكومي، أهلية ولا جامعة خاصة؟ ولو عندك اي سؤال عن التنسيق او كلية معينة اكتب لي وانا هرد عليك في فيديو جديد. وربنا معاكم ويوفقكم. Thank you for watching واتمنى التوفيق للجميع.